بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس الكل تستنى في موعد انطلاقة البطولة، وخاصة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي الكلاسيكو اللي باش نبداو به. هو أول مبارياتنا في البطولة التونسية. كما نعرفوا الجامعة بصفة رسمية منذ قليل أعلنت على برنامج المباريات والمباريات الافتتاحية كما نقولوا. دونك البطولة باش تبدأ نهار السبت 22 أوت. وبالنسبة لمباراة الترجي الرياضي التونسي باش نحكيو على تفاصيلها، ملامح التشكيلة الأساسية اللي باش تلعب في أول مباراة في الكلاسيكو. زاد باش نحكيو على تصريح نبيل معلول بخصوص إدارة الترجي الرياضي التونسي ورايو في الإدارة الحالية. كل هذا باش نحكيو فيه. دونك ما تنساش أكيد لايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكملوا معنا الفيديو للنهاية خاطر باش نحكيو كل شيء على مدار الفيديو هذايا. دونك نبداو أول حاجة. الجامعة قامت بتحديد كما قلنا 22 أوت كانطلاقة للبطولة. بالنسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي باش تكون يوم الأحد 23 أوت على الساعة 4:30 باش تكون تاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. دونك الترجي باش يستضيف النجم الساحلي. مباراة باش تكون صراحة نارية مشتعلة. دونك كما نعرفوا المدرب كريستيان براكوني باش يقود النجم الساحلي ضد فريقه السابق اللي كان يدرب فيه. دونك كريستيان براكوني عارف كما نقولوا برشا لاعبين قدم من الترجي الرياضي التونسي، لكن برشا يقول لك ربما يعرف التشكيلة، ربما يعرف اللاعبين كذا، لكن هذا الكلام كله ماهوش صحيح، لأنه تقريبا ملامح تشكيلة الترجي الرياضي التونسي في المباراة الأولى باش تكون متغيرة 70% على الموسم الماضي. وزاد المباراة الثانية ولا الثالثة في البطولة باش تلقاو التشكيلة متغيرة بنسبة 90% على الموسم السابق. دونك باش نحكيو تقريبا على اللاعبين اللي صعيب يكونوا حاضرين في أول مباراة حسب ماني قاعد نتابع ونشوف في الحاجات. وأكيد الأمر هذا نسبي، ينجم يتغير، ينجم مثلا نلقاوهم حاضرين إذا كان كملوا البريباراسيون تاعهم، وإذا كان نجموا يحضروا، وإلا نجموا نشوفوهم في بعض من الدقائق تاع المباراة. لكن صعيب ياسر اللاعبين اللي باش نسميهم توا يكونوا حاضرين. نحكيو أولا على اللاعب لوكاس ريبيرو اللي هو أهم وأقوى انتداب في ميركاتو الترجي، ومن ضمن أكبر وأهم الصفقات في تاريخ الترجي قاطبة كما نقولوا. دونك صعيب انه يكون متواجد في المباراة الأولى. علاش؟ على خاطر حاليا هو قاعد يقوم بالتحضيرات نتاعو. كما نعرفوا هو في لوتيل موجود عنده أكثر من 25 يوم توا بالتمام والكمال كما نقولوا، وقاعد يعمل في تحضيرات بدنية فردية. لكن الحاجة هذه أكيد غير كافية، لازم نسق من المباريات، لازم معناتها التحضيرات تكون على أعلى مستوى مع المعد البدني سليم الأبرق والليكيب نتاعو. حضروا له برنامج باش يكون تأهيلي خاص جدا هو ويوسف البليلي، باش يحاولوا في ظرف كما نقولوا نحنا وقت وجيز جدا يحاولوا انهم يحضروهم ويخليوهم جاهزين للمباراة. دونك اللاعب الثاني زاد اللي باش يكون صعيب انه يكون متواجد في المباراة الاولى اللي هو بالطبيعة يوسف البليلي. كما نعرفوا عنده اولا العقوبة متاعو اللي مازال ما تمش تحديد موعدها وما تمش تحديد مدتها. دونك ننتظروا من المنتظر انه باش يكون في اخر اوت يحكم عليه التاس بالعقوبة، معناتها المدة نتاعو ان شاء الله يا رب يتم التقليل فيها. هي حاليا العقوبة ستمتد الى مارس، لكن نتمنى انه يتم التقليل من مارس مثلا الى سبتمبر، معناتها يولي يلعب وكذا ان شاء الله ربي سهل. زاد على المستوى البدني لازم خدمة كبيرة، وذاك شنو قاعد يعمل سليم الابرق توا، قاعد حضر له اصلا برنامج تأهيلي كبير برشا. نحكيو على لاعب اخر اللي هو المهاجم عادل بالطيب، اللي ما نعرفوش اسكو باش يكون حاضر من هنا للمباراة الكلاسيكو والا لا، على خاطر فما خدمة كبيرة على المستوى البدني قاعدة تتخدمها معاه. واكيد ما ينجموش يجيو يطيشوه طول مباشرة يقولوا له برا شد العب وكذا. وبعد ما كم تعرفوا انتم الجمهور تاعنا وتعرفوا انه معناتها بصراحة معناتها ما يرحموش الجوارات، معناتها باش يصبروا هذية وكذا على لاعب للأسف معناتها ما ينجموش يصبروا. دونك
الإطار الفني قاعد يحاول بأقصى ما يمكن أنه يحضر اللاعب. إمكانية كبيرة 50-50، أنا نقول لكم 50% نلقاوه موجود و50% نجمو ما نلقاوهش موجود، أو على الأقل ينجم يشارك مثلا في الشوط الثاني أو بعض من الدقائق في المباراة الأولانية. لكن الأكيد بإذن الله أنه في المباراة الثانية للترجي باش يكون حاضر وموجود. وزاد حسب الأصداء وحسب معناتها اللي يوصلني معناتها، فانه ريجي كامب سعيد جدا بالمهاجم عادل بالطيب وباش يمنحه الثقة، وقد يكون من ضمن التركيبة او التشكيلة الاساسية لريجي كامب، وهذه حاجة اكيد باهية برشا. دونك انا صراحة مانيش خايف على الهجوم بتاع الترجي بقدر ماني متقلق شوية ربما من الدفاع. علاش هاوش نقول لكم؟ مازال حاليا بصفة رسمية ينقصنا ظهير ايسر وينقصنا قلب دفاع حسب رأيي يكون في قيمة ومستوى محمد امين توغاي. دونك تي كيف خرج لك توغاي اللي هو يعرف يخرج بالكرة بطريقة كبيرة برشا، عبارة انا نسميه صانع الالعاب بتاع الدفاع. معناتها هو اللي مستانس في العادة يخرج لنا بالكرة بطريقة صحيحة. ساعات عنده مثلا كيف يرى المهاجم خرج وحده يعمل التسانتيرة هذيك، ولا ساعاتك الباس اللي يكسر بها ليليني ويخرج بها مباشرة المهاجم في وضعية الهجوم، معناتها في وضعية الهجمة المعاكسة. دونك هذيك اللاعب اللي نفتقدوه. باش تقولي انت عن جبنا صحراوي وجبنا زاد اللاعب وعنا جلاسي، وباش تقولي زاد اللاعب الدولي الشيخاوي، نقول لك راهم ثلاثة جوارات هذوما ما شاء الله عليهم على المستوى الدفاعي أنا متهني منهم. معناتها من أكد لكم حتى شيخاوي ينجم يكون حتى في نفس مستوى معناتها محمد أمين توغاي دفاعيا. ما باش نحسه معناتها بفرق كبير وكذا، خاصة لو كان يندمج مليح. أنا نحكي لهنا لو كان يندمج مليح أكيد، ولو كان الجمهور يعاونه ويدز معاه وكذا، خاطر مورالمون حاجة مهمة برشا. لكن طريقة الخروج بالكرة صعيب برشا، خاطر تفرجت أنا في اللاعبين هذوما الكل وعندي عليهم فكرة. فمعناتها أفضل واحد في الخروج في الكرة من هاللاعبين هذوما الكل هو محمد أمين توغاي. ونعرفوا نحن الأهلي المصري كيف فرطت في المدافع نتاعها الاساسي السابق، معناتها شفناها في الدوري ابطال افريقيا الاخير، معناتها ماهيش قادره تخرج بالكره من الدفاع بسلاسه وبسهوله. ذاك علاش معناتها راهو مهم جدا يكون عندك معناتها مدافع على اعلى مستوى قلب دفاع، على الاقل هو اللي يوجه خط او الليني تاع الدفاع ككل. بالنسبه للظهير الايسر نتوقع انه الياس عرعار باش يكون هو مبدئيا الاساسي في الترجي الرياضي التونسي، هذا حسب معناتها ريجي كامب، وحسب ما شفنا معناتها في التدريبات، وحسب ما شفنا زادة في المباريات الودية يعمل كثيرا على الياس عرعار، ومعجب كثيرا ريجي كامب بهذا اللاعب، وأنا عندي فيه زادة ثقة كبيرة. دونك إن شاء الله يكون بإذن الله في المستوى، ولازمنا نقفوا معه ونشجعوه. بالنسبة للظهير الأيسر اللي باش يتم انتدابه، فما حديث على رامي كعيب، نعمل لكم إن شاء الله زادة حلقة كاملة تكون خاصة بهاللاعب هذايا، نخرجوا مميزات وعيوب هذايا اللاعب ونشوفوا هل انه قادر ينفع الترجي الرياضي التونسي والا لا. دونك ربما يكون رامي كعيب ضمن اهتمامات الترجي الرياضي التونسي. حاليا مازال الخبر ماهوش رسمي 100% كما قاعدين يخرجوا فيه، لكن امر مطروح، معناتها تنجم تكون مفاوضات او جس نبض ومن بعد تتحول الى واقع معناتها ويكون من ضمن الخيارات. لكن نتمنى انه لو كان تم انتداب مثلا رامي كعيب ما يكونش هو الياس بوزيان رقم اثنين. هذا شنو نجم نقول؟ خاطر اللاعب هو هجومي اكثر من انه دفاعي صراحة، يخلي برشا مساحات في الدفاع وديما دفاعيا معناتها قنطرة البلاصة نتاعو، ولكن هجوميا راهو يعاون بالكدا بالكدا. دونك فما تحفظ بصراحة على هاللاعب هذا. ما نعرفش انا تو مازلت مش باش نعطي رايي الى ان نتاكدوا من المصادر الرسمية والمعلومات الرسمية اذا كان باش يتم انتدابه والا لا. نحكيو تو على نبيل معلول عطى تصريح باش نحكي بخفة معناتها في الموضوع هذايا. قال انه فما جراثيم في البارك ولازم شكري الواعر ينظف الجراثيم هذه باش ينجم يخدم على روحه بالمرتاح. التصريح نتاعو صحيح في 100%، راهو
معناتها تصريح عجبني وصحيح 100%. لكن بالنسبة لي نبيل معلول مش هو الشخص اللي من المفروض يقول هالتصريح هذا، هو آخر شخص من المفروض يحكي على الجراثيم ويحكي على هالحاجات هذه، خاطر نعرفوه شنو عمل في الترجي، ونعرفوا الفترة السوداء اللي تعديت علينا معاه في السنوات الأخيرة، عامل فيل معناتها، ونعرفوا شنية صار معاه. دونك نتعداو توا للموضوع إيهاب المباركي اللي بصفة رسمية باش يكون في الإطار الفني لصنف الأواسط، باش يكون كمدرب أول. نادر الفقيه مساعد مدرب، وأحمد بواب باش يكون معد بدني، وعلي بالحاج مدرب حراس مرمى. هذه كل أخبار الترجي الرياضي التونسي. دونك بالتوفيق لترجينا نهار 23 أوت الأربعة ونص تاع العشية ضد النجم الساحلي. تقريبا بالنسبة للاشتراكات مازالت شوية في بالي، على حسب ما سمعت أغلبية معناتها الاشتراكات سولد اوت وفاو معناتها في الموقع. ربما يتم تجديد العدد معناتها، وربما يكون فما عدد اخر يتم طرحه في وسط او نهاية هذا الاسبوع، ما نعرفوش، تو نتبعوا ونشوفوا. زاد ربما ادارة الترجي الرياضي التونسي تطلب من الوزارة انهم يزيدوا في العدد تاع الابونمونات. هذا شنو نتمناه، خاطر باش تعاون اكثر في امور التنظيمية، ان شاء الله يخموا فيها مليح ويقراوها مليح، خاطر نحبوا نحطموا رقم جديد. دونك زادا بالنسبة للي يسألني على موضوع المراولة تاع الترجي الرياضي التونسي وقتاش باش يتم طرحهم، نقول لكم انه العقد بين الترجي الرياضي التونسي وكابا باش يتم تجديده من المنتظر طبعا في الوسط هذه الاسبوع. نحن ديجا في الوسط معناتها في اواخر هذه الاسبوع، وربما نهار السبت والا لحد يعني جرام ماكس يتم الإعلان على المريول الجديد، في حال إن تم طبعا تجديد العقد مع شركة كابا. دونك إن شاء الله هذه أبرز الحاجات. صلي على رسول الله، وما تنساش لايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، شاركونا برايكم في الكومنتات. أحلى مكشخين، في الأمان، بسلامة.